السلام عليكم. ليه إيران بتهدد دول الخليج العربي وتركيا والعراق؟ هل وصل لإيران معلومات عن تورط الدول العربية في الهجوم عليها؟ وإيه هي البدائل اللي عند إيران للحماية من الهجوم الأمريكي عليها؟ وهل في أوراق كتيرة عند إيران عشان تمسك بخيوط اللعبة؟ هل إيران قادرة على إغراق حاملة الطائرات الأمريكية؟ إيه الحكاية وإيه التفاصيل؟ كل ده هنعرفه في فيديو اليوم، بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت حضرتك تشرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل إشعار الجرس علشان يصلكم كل جديد، ويا ريت حضرتك تقيم الفيديو بلايك او بديسلايك، ويا ريت تكتب لنا رايك في التعليقات لان راي حضرتك مهم جدا. ويلا بينا نبدا الفيديو. في البدايه كده احب انبه على حضراتكم ان قناتنا هنا هي قناه محايده، مش مع طرف ضد طرف. احنا هنا بننقل الاخبار وبنحلل الاخبار وبس، لان احنا بنحب نوضح لحضراتكم اللي بيحصل بدون التاثير على ارائكم. طبعا في حاله استنفار عسكري امريكي كبير في المنطقه، في محاوله من امريكا الاستعداد لضرب ايران بعد رفض ايران التفاوض المباشر مع امريكا وطلبها انها تتفاوض بطريقه غير مباشره عن طريق الوسيط اللي هي سلطنه عمان. وطبعا الطريقه المفضله عند ايران في التفاوض هي ان يكون التواصل بطريقه غير مباشره عن طريق وسيط. ليه بقى؟ لان دي طريقه لكسب الوقت لدى ايران، وعلشان تقدر تعرف مدى نية أمريكا والرئيس الأمريكي ترامب في إحلال السلام مع إيران والتفاوض السياسي والسلمي على المشروع النووي الإيراني. بس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شايف إن اللي بتعمله إيران هو مضيعة للوقت، علشان كده بدأ إن هو يحرك السلاح الجوي الأمريكي، وبدأ إن هو ينقل أسلحة استراتيجية للشرق الأوسط استعدادا للهجوم الكبير على إيران. والواضح كده إن إيران عندها معلومات باحتمالية شن أمريكا ضربة قوية على إيران. علشان كده نشرت جريدة الجيروزاليم بوست وقالت إن إيران بعتت رسالة للدول العربية في الخليج العربي والعراق وتركيا بعدم المشاركة في الهجوم على إيران، وإلا فإيران هتعتبرهم غير أصدقاء ومعاديين للدولة الإيرانية. طيب إيران ما أرسلتش رسالة للسعودية وسلطنة عمان. ليه بقى؟ لأن سلطنة عمان تعتبر وسيط وإيران بتثق فيها جدا. وتاني حاجة، تم التواصل بين ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني، وتم الاتفاق على رغبة الطرفين في عدم التصعيد في المنطقة. طيب حد ممكن يسأل ويقول ليه إيران ترسل رسالة لتركيا؟ زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة خريطة إيران وحواليها كل الدول اللي أبلغتهم بعدم استخدام أمريكا الأجواء الخاصة بيهم لضرب إيران. يعني هنا إيران بتحاول تأمن الجهة الغربية من حدودها من الهجمات الأمريكية، وخصوصا إن منطقة الخليج العربي فيها قواعد أمريكية. طيب إيه هو رد الدول العربية وتركيا من الرسالة اللي أرسلتها إيران ليهم؟ المقال بيقول إن الكويت أبلغت إيران رفضها لاستخدام أمريكا أجواءها لضرب إيران. ووزارة الخارجية التركية أعلنت إن مفيش أي رسائل وصلت ليها بالطرق الدبلوماسية المعروفة، وإن ممكن يكون في رسائل وصلت تركيا لكن عن طريق وسائل تانية. وبالنسبة للحكومة العراقية فهي غير قادرة على صد هجمات أمريكا ضد إيران، أو إن الحكومة العراقية لا تمتلك القوة لمنع أمريكا. كده أصبح إن في 3 دول عربية لم يعلنوا موقفهم، وهم قطر والإمارات والبحرين. والمعروف طبعا إن أكبر قاعدة أمريكية موجودة في قطر وهي قاعدة العديد، والمعروف برضو إن الأسطول الخامس الأمريكي متمركز في البحرين. السؤال الأهم هنا، هل إيران قادرة على منع أمريكا من استهدافها أو منع الهجوم على أراضيها الإيرانية؟ الإجابة طبعا لا، لأن أمريكا أكبر دولة في العالم وأقوى دولة في العالم وعندها أسلحة متطورة جدا. طيب إيه اللي في إيد إيران علشان تقدر ترد على أمريكا أو تحجم من الضربة الأمريكية على إيران؟ الإجابة هنا نشرها موقع العربي 21 نقلا عن ناشونال انترستد، اللي قال إن إيران عندها المقدرة إنها ممكن تغرق السفن الأمريكية وحاملات الطائرات الأمريكية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط، وإن زي ما الحوثيين قدروا إن هم يستهدفوا حاملة الطائرات الأمريكية، إيران كمان قادرة على استهدافها. إن الحوثيين نموذج مصغر لإيران، إيران عندها أسلحة أكبر وأقوى من الحوثيين. إن التواجد العسكري الأمريكي الكثيف في المنطقة بيوسع من بنك الأهداف الإيرانية اللي ممكن تضربها، وإيران عندها المقدرة على إغلاق مضيق هرمز وإيقاف عبور النفط العربي منه، وبالتالي هيكون في ارتفاع جنوني لأسعار برميل النفط عالميا، وده اللي مش عاوزه ترامب. ده برضو اللي خايفين منه دول الخليج العربي، إن إيران تقفل مضيق هرمز وتمنع تصدير النفط العربي، وده هيأثر على اقتصاد الخليج. ترى أمريكا هتضرب إيران ولا التحركات العسكرية دي مجرد ضغط على إيران للرضوخ للطلبات الأمريكية؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات، لأن رأيك
مهم جدا. كده نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعطونا لايك، لو ما عجبكمش الفيديو يا ريت تعطونا ديسلايك، يا ريت تكتبوا لنا رايكم في التعليقات، وما تبخلوش علينا بشير، ويا ريت تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. اللهم احفظ مصر وشعبها وجميع الشعوب الإسلامية والعربية من كل شر وسوء، آمين. اللهم انصر فلسطين وسوريا والسودان ولبنان وجميع الدول الإسلامية والعربية. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.